السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. ودي بقى ايه الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة؟ دي ايه يا عبير؟ دي معجنات قطنية جميلة وهشة وهتعجبكم جدا. وبصوا هي فاخر من الآخر كده، حاجة لذيذة جدا. بصي القطعة منها مشبعة جدا وهتعجبك قوي. ويلا بينا ندخل على وصفتنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا، بسم الله. دي كوباية مية، نص كوباية زيت، نص كوباية، نص معلقة ملح، معلقة سكر. دي خميرة بيرة، خميرة البلدي بتاعتنا. دي بيضة قسمناها كده، خدنا البياض على جنب وحطيناه مع المواد السايلة. ودي الصفار هنركنه على جنب عشان هنحتاجه بعد كده. دي علبة زبادي وحطيتها كده مع المواد السائلة. دي اختياري يا جماعة. دي معلقة قشطة، كانت عندي القشطة وبعدين ايه انا حطيتها كده، دي اختياري كده اهي زي ما انتوا شايفين. حطيت الدقيق يا عبير، معلش هو الهاند بلندر ما كانش المفروض يجي في الوصفة دي اصلا، بس انا خفت من الخميرة ما تكونش ايه دابت قوي، فقلت ايه اضيعها بالهاند بلندر. بس هي مش محتاج اي حاجه خالص. ده انت لو هتعملها بايه، بالمعلقه او بالايدك او بالمضرب السلك، ومش باي حاجه خالص بايدك. كده زي ما انت حطيتي كده ايه عبير، حطيتي الدقيق 5 كوبايات دقيق. طبعا المعلقه القشطه دي اختياري، انا اللي حطاها دي من عندي عشان تعزز الطعم وكده، وتديها طعم حلو شويه، فهي كانت جميله جدا. طبعا هي خدت 5 كوبايات وربع كده، يعني 3 معالق هرمين كده، او ربع كوباية دقيق كمان. زي ما انتم شايفينها كده العجينة. يعني العجينة لينة بس ما بتلزقش، يعني هي لينة بس مش بتلزق في ايدك. كده بعد ما سبتها نص ساعة هي اختمرت، بس الطبق البولة كبيرة، فمش باين يعني مش باين ان عجينة فيها اصلا لان الطبق كبير عليها. بصوا جميلة قوي، هي فعلا زي الاسفنج كده. كده بقى انا هنشكلها مع بعض وهنقطعها كور كده زي ما انتم شايفين كده. متنسوش الشير بقى واللايك يا جماعة، وتفعيل زر الجرس. آه انا بشكركم جدا جدا، شكرا جزيلا. كل اللي بيكتب لي بوينت حلو بشكره قوي قوي، ميرسي لي قوي. كده جبنا الصينيه بتاعتنا، دهناها زي ما انتم شايفين، دهنه بسيطه كده من الزيت او من اي ماده دهنيه، لازم تدهنيها عشان ما تلزقش. بصوا بقى العجينه، اول واحده انت بدأتي بيها في التقطيع انت بتاخديها عشان بتكون ايه ارتاحت شويه. دول معلقتين زبده كده سيحتهم، ما عندكيش زبده اعملي سمنه، بس ما ينفعش زيت في الوصفه دي، في الحركه دي، يعني ان انت تحطي لها في الوصفه دي ما ينفعش فيها زيت خالص. فبتجيبي جبنه بقى، بتجيبي الحشو اللي عندك اللي انت تحبيه، عايزه تحشيها حشوه مشبعه عن كده تنفع لغدا، ماشي عادي براحتك، دي حاجه براحتك. انا اديتك الفكره وانت احشيها زي ما انت عايزه كده، بس انا ما انصحش ان انت تفرديها قوي كده، هي ضغطه كده بس بسيطه وخلاص. هي بصي مش محتاجه اصلا النشابه خالص، ولا محتاجه ان انت تفرديها باي حاجه. هي في الاول بس كده كانت معكساكي، وبعد كده بتبقى زي السكينه في الحلقه كده جميله هي. وبتدينيها هنعمل كده كمان واحده مع بعض، عشان برضو اللي ما شافش الاولانيه يشوف التانية يشوف التالتة. انا ماشيه معاكم واحده واحده، ويا رب كل حاجه تكون بتعجبكم، واكون عندي حسن ظنكم فيا. وما تنسونيش في دعوه حلوه كده منكم، زيكم انتوا زي الامارات كلكم. اهي بصوا والله ما فيها اي تعب، انتي بتاكلي حاجه قرصه كده، معجنات كده، بصوا مورقه، حلوه قوي، حلوه جدا، يعني هي لذيذه قوي.
كده اهيت. انتي بتقسمي من النص يا جماعة، ما بتجيبي السكينة كده بتقسمي من النص الدايرة دي، علشان تبقى ايه زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا بتقفليها من هنا وتنزلي عليها، تضغطي عليها كده بس كده. وبص كله احلى معجنات يعني، وادعولي. جبنا كده البيضة اللي فاضلة الصفار، حطينا عليها معلقتين لبن كده عشان الزفارة ما تديش زفارة كده في العجينة في القرصة. وكده هيت انا دهنتها اهوت قدامكم، حطيتها اهوت في الفرن بعد ما اختمرت طبعا. بس بصوا شفتوا الجمال منفوق نفخة ازاي وجميلة جدا. هي بصوا جميلة قوي. بتقول لكم يلا عشان تاكلوني. كده بعد ما طلعت من الفرن، انت بتدخلها الفرن على درجة حرارة 180. بعد ما بتاخد لون من تحت، طبعا انت بتديها لون من فوق. لو ما اخدتش اللون اللي فوق بتديهولها. ودي بقى كلي احلى قرص، وما تنسينيش في دعوة حلوة. بقول لكم مع السلامة وباي باي، مع السلامة.